السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايب قلبي، النهاردة في فيديو جديد. هنتعلم مع بعض ازاي نعمل شنطة بسيطة جدا. غرزها سهلة جدا بالنسبة لأي واحدة مبتدئة. سهلة جدا انها تبدأها، فتابعي معايا الفيديو خطوة خطوة. طبعا انت هتجيبي الخيط، اي خيط انت حابة تستخدميه تشتغلي بيه، مش هيفرق الخيط يعني. بنعمل غرزة البداية، العقدة العادية خالص بتاعة البداية، وبنعمل عدد من السلاسل عادية خالص. السلاسل دي بنعملها على حسب المقاس اللي احنا عايزينه. يعني انت بتحسبي طول، احنا بنعمل دلوقتي القاعدة، بنبتدي بالقاعدة، فانت هتشوفي القاعدة عايزاها طولها قد ايه وعرضها قد ايه. تمام، فاحنا بنشتغل عدد من السلاسل على قد طول القاعدة اللي احنا عايزينها، مجرد سلاسل عادية خالص، مش مهمة اي عدد معين يعني. بشتغل عدد من السلاسل. اشتغلت هنا مجموعة من السلاسل، فهبتدي وليكن مثلا الطول ده اللي انا عايزاه، هبتدي اطلع، هسيب غرزة للسطر التاني وهنزل في اللي بعدها واعمل غرزة حشو، واللي بعدها غرزة حشو، بننزل في الغرزة اللي بعدها كده، نسحب الخيط، ناخد لفة ونطلع الحلقتين، ننزل في الغرزة اللي بعدها، نسحب الخيط، ناخد لفة ونخرج الحلقتين، ونمشي السطر كله بالشكل ده. هنمشي كده لآخر السطر. وصلت هنا لنهاية السطر، عملت في كل الغرز غرز حشو، برتفع سلسلة وبدور الشغل عشان ابتدي السطر الجديد. هنزل في اول غرزة تقابلني هنا واعمل حشو، وهبتدي اشتغل كل الدور حشو، وهبتدي اشتغل عدد من الاسطر لحد ما اوصل للقاعدة المقاس اللي انا عايزاه. هشتغل كل الادوار بالشكل ده، هبني عدد من الادوار كلها عباره عن غرز كده. هبتدي امشي دوران حوالين القطعه اللي انا عملتها دي عشان اسس للغرزه اللي هعملها بعد كده. فهبتدي مش هرجع تاني بقى زي ما انا متعوده، لا، هبتدي ادور الشغل كده وهشتغل هنا غرز حشو. في كل غرزه تقابلني هدخل اعمل غرزه حشو. وصلت هنا لاخر غرزة في الصف ده، هدور الشغل برضو كده وهشتغل على الجنب ده والجنب ده. انا هنا كده خلاص يا بنات، خلصت الدوران كله عندي بغرز الحشو. انت حابة توقفي كده تمام عشان نبتدي نطلع بارتفاع الشنطة. لقيتي ان القاعدة صغيرة معاكي، اعملي كمان دوران او 2 أو 3 على حسب ما تلاقي المقاس اللي انت عايزاه او اللي انت حباه مطلوب منك. بعد كده هبتدي اطلع بقى بالارتفاع بتاع الشنطة بتاعتي. بعد كده هبتدي اعمل الغرزة بتاعتي، وهي عبارة عن ان انا بطلع 3 سلسلة، وده بيعتبر بمثابة اول عمود عندي. في نفس المكان بعمل كمان عمود وكمان عمود، يعني بعمل في 3 أعمدة في نفس الغرزة. بعد كده يا بنات هاجي هاخد لفة على الإبرة وهسيب 3 غرز من بعد العمود اللي آخر عمود عملته، هسيب ادي غرزة 2 3، وهاجي في رابع غرزة وهعمل 3 أعمدة، 1 2 3. هعد بعد كده 1 2 3، وهاجي في الرابعة وهعمل 3 أعمدة كمان، 1 2 3. وهمشي الدور كله كده، هسيب 3 غرز وهاجي في الرابعة واعمل 3 أعمدة، همشي الدوران كله بالشكل ده. وصلت هنا يا بنات خلاص لنهاية الدور، والمفروض ان انا هقفل
في اول غرزة عملتها، فانا هدخل فيها بس هسحب الخيط اللون الجديد عشان انا حابة ابدل اللون، فمش هشتغل بالخيط ده بقى، لا هدخل الابرة في تالت سلسلة عملتها 1 2 3 هنا بالنسبة لأول عمود، وهبتدي اسحب اللون الجديد بتاعي. هشد الخيط معايا بس كده عشان الغرزة ما توسعش مني اهو بالشكل ده. هبتدي اعمل السطر الجديد وهسيب الخيط ده هاخده معايا في الدور اللي بعد كده، عشان انا هشتغل سطر لون وهبدل في السطر اللي بعده باللون التاني. تمام. هاجي بعد كده هقفل كده كويس. تمام. هنزل، بصي انا كنت سايبه تحت 3 سلاسل اللي انا كنت بسيبهم وبعمل في الرابعه 3 اعمده، فانا هاخد لفه على الابره وهنزل في السلسله اللي في النص وهعمل عمود اهو بالشكل ده، وانزل في نفس المكان واعمل العمود التاني. يعني بشتغل على السطر اللي قبله عشان تطلع الغرز متماسكه وقريبه من بعض وما فيهاش فراغات اهو. بقى عندي هنا اهو 3 اعمده. باجي بعد كده بروح هنا، انا عندي 3 اعمده، باجي في العمود اللي في النص هنا وبعمل حشو اهو بالشكل ده. باجي باخد لفه على الابره وبنزل على طول في تالت غرزه سبتها من تحت من السطر اللي قبله وبعمل عمود، وبعدين عمود تاني، وبعدين عمود تالت اهو. بقى عندي 3 اعمده. باجي للغرزه اللي في النص هنا واعمل حشو. خلاص عملنا حشو هنا. باجي في الغرزه الثالثه وهنزل هعمل فيها اللي من تحت دي، هنزل هعمل فيها 3 اعمده. اهي يا بنات بقت معايا بالشكل ده. هكمل بالشكل ده. هاجي هنا هعمل حشو، وهاجي في الدور اللي تحت من هنا وهعمل 3 اعمده، واجي في التالتة من هنا واعمل حشو، وهكرر نفس اللي بعمله لنهاية الدور. وصلت هنا يا بنات لاخر الدور، وده بقى شكل الغرزة معايا. هاجي في الغرزة اللي بعد كده هغير بقى اللون، يعني هعمل بقى هقفل بمنزلقة وهسحب اللون الرمادي اللي انا كنت سايباه، الفتلة اللي تحت دي اهي سايباها ما قصيتهاش عشان ايه ما اقعدش كل شوية اقص. ماشي. والشغل برضو مش هيبان انه فيه وصلة خالص اهو. سحبت اللون الجديد، بشد الفتلة كده بضيقها معايا اهي. بعد كده هعكس بقى. انا كنت بعمل هنا ال3 اعمدة والحشو، لا انا هعكس، هعمل فوق ال3 اعمدة في النص هنا هعمل حشو. تمام. وهروح للغرزة اللي انا كنت عاملة فيها حشو وهعمل فيها 3 اعمدة. همشي كده بالعكس عشان يديني الشكل اللي في الصورة معانا اهو. هنعمل 3 اعمدة فوق الحشو. ماشي. وفوق ال3 اعمدة هاجي في الغرزة اللي في النص هنا العمود التاني هنا وهعمل حشو اهو. وهروح للحشو ده وهعمل فوقيه 3 اعمدة، وهمشي بالشكل ده بالتناوب كده. الغرزة الحشو هعمل فوقيها 3 اعمدة، وال3 اعمدة هعمل فوقيها حشو اهو بالشكل ده يا بنات. هخلص الدور كله. وصلت هنا خلاص لاخر غرزة، وببتدي اعمل في الحشو 3 اعمدة اهو بالشكل ده. وهروح بقى علشان اقفل هنا في تالت سلسلة هنا في اول عمود عملته في السطر اللي قبله، وهبتدي اسحب الخيط اللون التاني، هبتدي اسحبه بمنزلقة اهو، واشد الخيط معايا عشان اضيق الغرزة دي. اهم حاجة عشان الغرزة يا بنات تبقى ثابتة معايا. بعد كده هبتدي برضو اعكس، هاجي فوق
الحشو اللي هنا، وهعمل 3 وفوق ال3 هاجي في النص واعمل حشو. يعني هبتدي هعمل من هنا ال3 عشان انا يعتبر هنا فوق الحشو. هعمل ال3 اعمدة بتوعي اهو. بعد كده جت دور على ال3 اعمدة دي، هعمل في النص هنا حشو. يعني انا عكست اللون وبعكس كمان الغرزة معايا. هاجي فوق الحشو اللي عملته في السطر اللي قبله وهعمل 3 اعمدة. يا رب تكون الفكرة وضحت معاكي. هي سهلة جدا بس هي مجرد فكرة بتنفذيها بيطلع معاكي التصميم اللي انت عايزاه. باجي فوق ال3 دول هاجي في النص هنا واعمل حشو. وهكرر نفس الحكاية في السطور كلها. كل ما اجي للسطر ده السطر اللي قبله هعمل هنا 3 عمود، وهاجي في ال3 اعمدة وهعمل حشو. وكل ما اغير اللون برضو هعمل نفس الحكاية. هكرر نفس الحكايه دي لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. هكمل انا عشان ما اطولش عليك الفيديو وارجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. وزي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، بعد ما خلصت كذا سطر انت طبعا اشتغلي الطول اللي انت تحبيه. بقى شكل الغرزه عندي جميله اهي. تناوب الالوان ادالها ستريس بشكل جميل جدا. بعد كده الخطوه اللي بعد كده ان انا هاجي هعمل لها زي قمر بغرز الحشو. فهاجي عند اي غرزه، وليكن في الغرزه اللي في الجنب دي مثلا، هاجي من الجنب كده عشان ما يبانش معايا مثلا وصلات ولا حاجه. هي اصلا ما بتبانش بس برضو يعني زياده تاكيد. هسحب الخيط بتاعي ايا كان بقى اللون اللي انت تحبيه. هعمل سلسله، هنزل في نفس الغرزه واعمل حشو، وهاخد طرف الخيط معايا عشان انضفه وانا شغاله. هاجي للغرزة اللي بعدها واعمل حشو. في كل غرزة تقابلني هعمل غرزة حشو اهي بالشكل ده. همشي الدور كله بالشكل ده، وهبتدي اطلع كمان كام سطر كده من غرز الحشو عشان اعمل قمر للشنطه. القمر دوت اللي هدكك فيه الرباط اللي هيتقفل منه. هنشوف مع بعض هنعمله ازاي. هكمل وارجع لك. انا هنا دلوقتي خلصت، عملت حوالي 4 سطور من غرز الحشو. هبتدي بعد كده احدد الاماكن اللي انا هعمل فيها زي عراوي كده، بحيث ان انا اعدي منها الرباط عشان لما اجي ادككه وتتلم معايا يعدي بسهوله. فهبتدي بالنظر كده، يعني مثلا نص الشنطه اهو، هاجي مثلا على اليمين هنا على يمين النص كده بكام غرزه واحط علامه. يعني بحدد الاماكن بالتساوي كده اللي انا هبتدي اعمل فيها العراوي. حطيت مثلا هنا علامه وهنا علامه، ماشي. هحط في الاجناب علامات، وفي الظهر برضو قصاد العلامه دي علامه. اهو بالنظر كده، يعني مش ضروري اعداد معينه، هي ملهاش يعني ايه قانون يعني معين. وفي الاجناب هنا لما اجي في الجنب هسيب برضو هنا مكان للعروه. هبتدي نشوف بقى نعمل ازاي مع بعض اماكن العراوي. هبتدي اشتغل اكمل الدور بتاعي حشو عادي خالص. انا هنا هعمل كمان كام سطر برضو من الحشو، يعني مش هقف لحد كده، انا بس هعمل ايه عراوي. فهبتدي اشتغل غرز حشو عادي خالص في كل غرزه غرزه. قربت اوصل اهو للعلامه اهو. بعمل ايه بقى؟ بعمل سلسله وبسيب الغرزه اللي فيها علامه واروح للي بعدها واعمل حشو. كل اللي عملته ان انا فوتت الغرزه دي بس، يعني عملت زي عروه كده عشان هعدي منها الرباط بتاع الشنطه. واكمل عادي، هشتغل غرز عاديه حشو لحد ما اوصل هنا قبل العلامه. اخر غرزه هعملها بعد كده سلسله واعدي بعد العلامه واعمل حشو. هبتدي اعمل في كل الاماكن اللي علمتها نفس الحكايه، بحيث تبقى عندي مكان واسع اعدي منه الرباط اللي هتكك منه الشنطه. اشتغلت غرز الحشو، وصلت للعلامه التانية، بعمل سلسله وبسيب اللي فيها علامه دي واروح للي بعدها واعمل حشو. وهبتدي اكرر كده.
انا هنا جيت قفلت الدور بتاعي خلاص واشتغلت عادي في السطر الجديد، وهاجي عند الحته اللي انا كنت سايبه فيها العلامه وعديتها وعملت العروه دي. هشيل بقى العلامات بتاعتي عشان ما تضايقنيش وانا بشتغل. احنا هنا كنا عملنا سلسله ماشي وعملنا الحشو، هنيجي في السلسله دي ونعمل حشو عادي اهو، وبعد كده نعمل الغرز الحشو بتاعتنا. يعني انا هشتغل حشو عادي وفوق السلسله اللي انا عملتها هعمل حشو، بحيث يبقى عندي هنا العروه اللي هدكك منها الرباط بتاعي. هبتدي اعمل كده في الدور كله، هشتغل كمان كام سطر من الحشو بالطريقه دي لحد ما اوصل للطول المطلوب بتاع القمر اللي انا عايزاه. ودلوقتي وبعد ما خلصت القمر بتاع الشنطه وصلت للطول اللي انا عايزاه. انت طبعا لو حابه تعرضي براحتك. دلوقتي هعمل الكردون اللي هدكك بيه، هعمله رباط عشان اربط بيه الشنطه واقفلها. مش هنعمل ليها سوسته ولا حاجه، لا هنعمل لها رباط هنقفلها بيه. انا جبت هنا خيط طويل حوالي 6 متر، قسمته على 2 وعملته مجوز علشان يبقى معايا عريض شويه، يعني يبقى سميك ما يبقاش الرباط رفيع. هبتدي اعمل الكردون اللي احنا عملناه قبل كده، بس هعملهولك تاني. بنعمل سلسله، بنيجي من نص الخيط كده بالظبط ونعمل سلسله وهنشتغل على الفتلتين. بنيجي بنلف دي كده وبنسحب بقى من اللي فوق ونطلع السلسله تاني، بنلف اللي تحت على اللي فوق بالشكل ده، وناخد لفه على الابره ونخرج الحلقتين مع بعض. بنلف الفتله اللي تحت على الابره وناخد لفه من اللي فوق ونعمل سلسله. بصي بقت معايا عريضه عشان شغالين على فتلتين، يعني كده نعتبر شغالين على 4 اهو. عندي فتلتين، باخد اللي تحت على الابره وبسحب من اللي فوق. لو تفتكري الفيديو بتاع سلسله النضاره كنت عامله الكردون السلسله بتاعتها بنفس الطريقه، ارجعي لها لو دي مش واضحه ليكي يعني قوي. اهو بالشكل ده هعمل سلسله طويله كده وهدككها في الشنطه. هخلصها وارجع لك عشان ما اطولش عليكي، ونكمل مع بعض نعمل اليد بتاعت الشنطه. ودلوقتي انا خلصت الحزام بتاع الشنطه ودككتها وركبت لها حليه خرزه كده، بقى شكلها ظريف جدا. دلوقتي بقى هنعمل الايد بتاعت الشنطه. انا اعمل ايد الشنطه باجي بعمل عقده البدايه وهبتدي اشتغل 6 غرز سلسله. 1 2 3 4 5 6. بشتغل غرزه ارتفاع وبسيب الغرزه دي وبروح للتانية وهعمل حشو، واللي بعدها حشو، وهمشي في ال6 غرز اللي انا عملتهم دول. في كل غرزه تقابلني هعمل غرزه حشو. برتفع سلسله وبدور الشغل وانزل برضو في كل غرزه تقابلني اعمل حشو. بنزل في الغرزه نفسها من جوه كده، وهكذا هبني سطور من غرز الحشو لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. هكمل ونرجع. هنا بعد ما عملت عدد من السطور ووصلت للطول اللي انا عايزاه، حابه ازينها باللون البيج اللي انا عاملاه في الشنطه ده. باللون البيج ده هزين في الاطراف علشان يبقى شكلها ظريف. يعني هجيب الخيط بتاعي وهنزل كده على الطرف الاول غرزه عملتها، وهسحب الخيط وهبتدي اعمل غرز حشو برضو. في كل غرزه تقابلني هعمل غرزه حشو. اهو بالشكل ده هكمل تزيين اليد بتاعت الشنطه. وهنا بعد ما زينت يد الشنطه بالبرواز اللون المختلف ده بقى شكلها جميله اهي معايا. فاضل خطوه اخيره، وان انا هجيب الشنطه بتاعتي وهبتدي اعمل لها حلقه اللي انا هخيط فيها الايد. فانا عملت هنا زي لسان كده شبكت فيه الحلقه، وهبتدي اشبك الايد بنفس الطريقه
بالشكل ده. هدخلها من الحلقة وهخيط الاطراف بتاعتها اهي. هنبتدي نعمل، اوريكم عملت الحلقة ازاي. باجي في الجنب هنا، هشوف دي كده قصاد دي، هبدأ من هنا وهدخل الخيط بتاعي وهبتدي اعمل غرز حشو. هطلع ب5 غرز حشو بحيث اتنيها تبقى زي لسان معايا كده، اثبت فيها الحلقة. دي اول غرزة، 2 3 4 5. هطلع سلسلة ارتفاع وهدور الشغل وهمشي برضو غرز حشو. هعمل حوالي 4 سطور بالشكل ده. سلسلة ارتفاع وادور الشغل وافضل ماشية كمان سطرين من غرز الحشو. خلصت هنا خلاص، بعمل سلسلة امان وبسيب فتلة طويلة. الفتلة دي اللي هخيط فيها برضو منها فيها كده، بدل ما اقص واخيط تاني، دي اللي هخيط فيها الحلقة. هجيب الحلقة بتاعتي واحطها كده، وهجيب الخيط الطويل اللي انا سبته ده، وده اللي هخيط بيه. هتنيها كده وهخيطها، هثبتها في الشنطة نفسها. هجيب ابرة التنظيف، خيط كل غرزة قصاد التانية. باخد غرزة من الشنطة كده مع غرزة من الجزء اللي انا عملته. بعدي الخيط من هنا وببتدي بجيب بقى الحزام بتاع الشنطة، الايد بتاعتها، وهبتدي ان انا اخيطها بنفس الطريقة. هدخلها هنا من الحلقة وهبتدي اثبت الاجناب بالشكل ده اهي، وهتبقى معايا بالشكل ده كده. حبيبي اكون خلصت الشنطة، وده الشكل النهائي ليها. زي ما انتوا شايفين شكلها جميل جدا. يا رب تكون عجبتكم.